اسمعوا لي بقى الطشه الرهيبه دي بقى اكله الدفا والعفا بتاعت زمان. الاكله دي كانت من احلى الاكلات اللي بحبها، وكان والدي الله يرحمه ويسامحه كان بيحب الاكله دي جدا. في حله على النار هنضيف سمنه على زيت، ومعايا كده حبتين من البصل قطعتهم كده على ايديا مكعبات صغيره، وضيفي على البصل وهو بيتحمر رشه فلفل اسود وهتشم ريحه حلوه قوي قوي. وهنضيف عليها برضو رشه من السكر، ونبدا نقلب بحيث البصله دي تاخد معانا لون خفيف. هوريكم شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم رشه الفلفل الاسود دي بتحسسك كده بريحه الاكل بتاعت زمان. كده خلاص البصل يعتبر اتحمرت معايا تمام. مجهزه معايا فلفل حامي، والحامي طبعا على حسب الرغبه، مقطعاه مكعبات صغيره قوي بس بيدي نكهه حلوه جدا. هشوحه بس كده لمده دقيقه واحده، وبعد كده هضيف دلوقتي عليهم معلقتين كبار من الصلصه. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا كفايه فضيفي طبعا صلصه، فضفت معلقتين من الصلصه. ومادام هتضيفي صلصه لازم تشوحيها كده الاول قبل ما تضيفي عصير الطماطم. عصير الطماطم انا دايما بصفيه، انا ضفت معاه هنا لتر من عصير الطماطم. هبدا كده اقلبهم، وهضيف بعد كده عليهم البهارات. البهارات بتاعتنا بسيطه جدا. البهارات عباره عن ايه بقى؟ معايا معلقه من الملح، وطبعا انت بتضيفي الملح والدوقي. وبعد كده هضيف فلفل اسود، كمون، كزبره، وهضيف معايا شطه وبابريكا. وما ننساش طبعا نص معلقه من السكر بتعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الصلصه والطماطم. على ما تتسبك معانا هحط معايا في طاسه على النار معلقه كبيره من السمنه، كوبين من الرز، وهبدا احمر الرز ده بحيث يبقى عامل معايا زي الخرز. طبعا اساس الوصفه دي ان هو بيتحط الرز ني زي رز الصياديه بالظبط. الصلصه تغلي وتضيفي الرز ني. لا انا بحب احمره، وبوريكم هنا فرق التحمير من عدم التحمير. بتبقى رزايه شفافه او لونها ابيض، فلما بيبقى لونها ابيض يبقى هي اتحمرت معاكي تمام. الصلصه بتاعتك تعرفي انها اتسبكت ازاي؟ بيظهر معاكي كده على الوش الدهون بتاعتها. فبنبدا بعد كده نحط معانا حبتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات كبيره عشان ما تتهريش. واختياري انا بضيف كزبره وشبت. هي مش اساسي في الوصفه بس بتدي نكهه حلوه قوي، يعني ممكن تحطيها وممكن لا، عادي جدا براحتك خالص. بعد ما بنضيف البطاطس يا دوب تبدا الصلصه تغلي كده معايا، ابدا اضيف الرز على طول. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الحبه نازله بحبتها لانه متحمر. طب ليه انا بحمر الرز بقى قبل ما اضيفه على الصلصه ما بحطوش ني؟ عشان يطلع معانا مفلفل وحلو قوي قوي. طبعا بعد ما ضفت الرز هتلاحظوا كده ان كميه الصلصه مش كفايه، يعني مش هيستوي في كميه الصلصه دي. فلازم نكون محضرين ميه مغليه يا دوب تغطي الرز زي الرز العادي خالص بنص عقله صباع، ونهدي النار ونسيبه يستوي على نار هاديه. وبيكون بالجمال والحلاوه دي. الرزايه ما شاء الله مفلفله، حبه البطاطس متماسكه جدا لان حجمها كبير، وما خليتهاش تغلي من البدايه. في ناس بتضيفها من البدايه مع الصلصه فبتتهري. بعد ما الرز ما يستوي معانا معلقه كده من السمنه البلدي تسخنيها على النار وتضيفيها على وش الرز. وبالف هنا وشفا على قلوبكم. مخلل بقى بصل اخضر جرجير. مفيش بقى بصراحة أجمل من الأكلة دي، رغم إن مفيش فيها ولا لحمة ولا فراخ، بس طعمها حلو قوي قوي. عايزة أقول لكم والدي الله يرحمه كنا لما نحتار في أكل يقول اعمل لنا رز بالتقلية. الأكلة دي بتفكرني بوالدي الله يرحمه، يا ريت نترحم عليه وجربوها تعجبكم قوي وشيروا